سنة لا هز الفريجة ظفره تكسر يقصوا عليه فدية. ساعة الإنسان يحك بزيت شعره حتى يطيح بزيت شعر، يكون عندها هي شعر خفيف ويحكت هكا طيحت برشا شعر، هذيك عليها فدية. قعدت تحك في وجهه ولا في يده حتى لين عملت راسه والشيب الدم، هذيك عليها فدية. حتى كان عندي حكة نعمل هكا شعري كلين نعمل خفيف، كل شيء نعمل خفيف. فهمت؟ هذا السؤال انه نعرف انا شو اللي يستنى فيه وغيره. معناتها هذا من اهم الاشياء اللي الانسان بالنسبه للمراه. احنا مش نطوفوا في الليل تو ما عندناش مشكل، لكن المراهم والمساحيق بتاع الوجه وكل شيء لا. النظارات مكروهه الا للطبيه، اما النظارات احنا نطوفوا في الليل ما عندناش شمس، اما يمكن في النهار احنا بالكار ماشيين. ماذا بيك اللي عنده نظاره شمسيه وما يستحقلاش للزينه ينحيها. الخاتم انا كراجل مكروه نحيه، هذايا الساعة تجي ملبسها ونلبس خاتم جايز راهو. أما أنا راني متجرد ماشي ربي، كأنك الطواف كأني يوم القيامة. أنا ماشي يوم القيامة مش نمشي بخواتم وواعد وكل شيء. المرأة كي زينتها، أما في الراجل بالنسبة للراجل لابد أن يتجرد من مظاهر الزينة. تفضل بعد صح. ضاع من المفروض ما تضيعش. علاش؟ لأن قلنا لكم نعملوا بيس وانه عندنا نمر المرافق سواء انا ولا سيروت كلها كنا مع نوامر وقالوا انا وين انت فين نجيبوا بعضنا من المفروض. اما اذا ما عملناش وين وقفت احثم في الطواف او في السعي احثم. احنا تو مش خلينا ندوروا ديما، كان في السعي ماشي جايين وكان في الطواف ندوروا ونوقفوا، ضاع عليك شغل ونزيدوك شغل بعد. واضح؟ باهي تفضل بسرعه. اي نعم. حتى في النوم مثلا هكاك مش ترقد. وحتى لا كلام صحيح جاتنا ليله رقدنا واحنا محرمين، صبت مطر ولا الوديان تجري، ايش نعملوا؟ نمشوا نعملوا عمره واحنا في الوديان وتهزنا الماء. خرجنا من الاوتيل ربي عطاه خير، يا اخذ اطلع اطلع قالوا لي اطلع ارقد، قال لي شنو احنا محرمين، ايش بيه محرمين يرقدش؟ والعمره مش لازم في وقتها، انا محرم نعمل حتى بعد غدوه، المفيد على حرامي. لا قد على حرامي، طلعنا كنا هابطين نعملوا عمره، رجعنا للاوتيل، رجعت ترقد بشكرها ونسات ترقد ببشها. يعطيك الصحة. سؤال وجهي الله يبارك فيك اللي بعده استنى حتى نمشي حاجة. بعد هي جت معانا. اي مو طواف جبت هكا وتعمل لها طواف على الكاروسة. تعمل لها طواف على الكاروسة. ها؟ تبدا في كتاب وتبدا تسالك تعاون لازم تحكي معها. اي شوف الضرورات تبيح المحظورات. واحنا انت مش تحكي معها تقطع وطريش، انت مش تقول لها راهو هكا وهكا وهكا باش تكلمها وبرك اللي انت ما تجيش باش تاخذ اي دخل اي لا بس ما عندك حتى مشكل فيها. اي تفضل استنى ربي ثبت انت حاجه ربي تفضل. لا بأس تفضل. ان شاء الله عمرتنا تمشي لذيذ وان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله عمره مقبوله. اي كيما تمشي لابسه بطبيعتك من هنا وتحب تغير في النص غير الملابس الا على شرط انك في داخل في الحمام ما تغير حتى شعرك قدام الناس قدام النساء. لا تفضل. ما تبدلش. تبدل في الاوتيل عندك ما تبدل. في ابيار علي يمكن جد وضونا اللي قضوه. تفضل اختي زهره داري. يعني نشوفوا اذن الاذان هو ما ثماش اذان. اما كلامك انا في العمره الثانيه مثلا اهداء انت تطوف اذن الاذان تصلي وين انت مثلا نقولوا احنا في هالمكان هذايا تخرج التالي الانسان مش نخرجوا التالي قابل البلاصه اللي وقفت فيها في الشوط الخامس او الثالث او الرابع تصلي الفريضه ثم تنطلق من وقفت تكمل الشوط بتاعك. يعطيك الصحه سواء في الصفا والمروه او في الطواف ولا في الوجيه في العمر الثاني ولا حاجه. الميت ما تصليهاش معاه تكمل طوافك. يجي الطواف في اذان صلاه. تفضل يا حاج. صليت على الميت ما تكملوهاش. علاش؟ كملوا الطواف نتاعهم. علاش ما على الميت؟ علاش؟ لا نصلي على الميت نصلي ونكمل طوافنا. انا نجم نقعد في الطواف نجم. شوف يا سي حاج انا في الطواف نجم
اسمع، انا في الطواف نجم نقعد نمشي في عقلي ابو سنه مثلا، ولا تعب شديد نجم نرتاح تاع حاجه بسيطه دريج دقيقتين ثلاثه، المفيد ما يكون الزمن بعيد، وكذلك ما يكون الطواف والسعي مفصول. يا حاجه لا لا حاجه كلمنا واللي بعد تكلم خلي، ولا الزمان تاع ما بين الصفا والمروه مع عملت الشوط نتاعي الاشواط نتاعي بتاع الطواف، بعد في عقلي حتى نقول يا سيدي فعلا خلي نمشي نعمل دوره ونرتاح ومن بعد نعمل. لا، الصفا والمروه مربوطين، كل طواف وراه سعي بين الصفا ومروه ويكونوا متقاربين في الزمان والمكان. نوقف شويه مثلا وقفنا باش نستناو مجموعه ضاعت ولا كذا دريج اثنين ضروري. ايوه صلاه جنازه ما نحرمش روحي من الاجر، مش طالب مني دقيقتين ثلاثه كم. باهي سامحني، والبلاصه لو وقفت فيها نرجع لها نقعد نستنى المجموعه؟ لا تقعد ثمنتي ثم المجموعه تدور مش تجي لا كي اذن الاذان نقصد بعد الصلاه كي اذن الاذان ما نصليو ولا نسي واحد نقعدوا نلموا بعضنا ولا كيفاش؟ انتم نساء مو باش يخرجوكم ولا وقفت هنا انا في طوافي باش يخرجوني هنا قابل وين وقفت نصلي صلاه المفروضه نتاعي ثم كمل. كمل. ايوه تفضل تفضل يا حاج، تفضل يا عندك سؤال ولا؟ تفضل اسكندر، تفضل سيدي، تفضل سيدي. أزدمر. بالنسبة لعمرة الإهداء بخلاف الأموات يجوز معناها كما نقولوا المرضى العجز؟ المرضى العجز هو شو القدر الغير قادر على الحج والعمرة؟ شو الشرط؟ الآية واضحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع استطاعة بدنية. الشرط الأساسي نتاع هي القدرة، هذا انتفت عليه القدرة، انتفت عليه العمرة، انتفت عليه الحج. قدرة لازم أنا تقول لي وفوت على روحه وفوت على روحه بينه وبين خالقه. الميت علاش؟ الميت يربك ما كان ناوي مش يعمل عمره غمته الموت ما خلتلوش مجال. عندي سؤال. المرض ثم التراخي يا حاجه، ثم مرض التراخي. احنا نشوف حتى نبني وحتى الوليد ونعرس الطفله ونعرس نزاز الفلان ونعرس كذا حتى من صغير عندنا ياسر تراخي في الامور هذه. معنا لا يجوز معنا. خلينا نكمل ونرجع. هيا تفضل هيا باش ما نخسروش. عندي سؤال تفضل. معنا كان الأموات كو هذاك والله اللهم اهدي ابنائنا واصلح ازواجنا وارحم موتانا. انت عندك حاجه بينك وبين ربي تقضيها، بالك انا ما نذكرهاش في الدعاء. قل له من غير هكا لا مش نخلي لك مجال، نخلي لك شوط ولا اثنين ولا كذا. نعمل مثلا نقول انا دعاء في شوط ونخلي لكم دعاء ليكم انتم شوط، ونعمل انا شوط وانتم تعملوا دعاء خاص بالشوط. معناتها نخليوا المجال لبعضنا، نخليوا المجال لبعضنا. علاش؟ لأن الإنسان لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل الدعاء في الطواف؟ أفضل الدعاء قال والأفضل الذكر في الطواف قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا ربي ثبتك على لا إله إلا الله سواء في الدنيا أو عند الموت أو في الآخرة. تربح سيدني من الازواج وسيدني الذريه والزوج وولدي ما عندوش ما جابش صغار وبنتي ما خدمتش وراجلي ما نعرفش شو هكا تحب تقولوا قولوا. اما لكن افضل شيء انك تذكر ربي بعده. قولوا يا ربي كل من اوصانا واستوصانا بالدعاء بدل من قصيده، لكن مش نقولوا في الدعاء العام واعطي في الخير ما تولى. وانا قال لك وصلي شوف هو وصاك بالدعاء ما قالكش حددتكش ادعيه معينه، قال لك ادعي له برا. احنا مش ندعي له نقول له اعطيه من الخير في خاطره ما نوى، او كهو في ربي يعلم الخاطر واعطيه من الخير في خاطره ما نوى. انا مش نقوله ربي يعلم كل من اوصانا وصانا والا قل لجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. فلتش حد. بالنسبه للرجال ثم الطباع ولا حاجه؟ فما الطباع عند الطواف. لما الطباع هو عند الطواف هدايا مختلف في المذاهب. اللي يحب يطبع للطباع يعري على كتفه اليمين في يا ربي اليسار في اليمين يعري كتفه. في المذهب المالكي في العمره ما عندناش الطباع، كان في الحج كان في طواف القدوم مش في الطواف الكل، كان في طواف القدوم. تحب انت تاخذ السنه انه هذا العمل قام به رسول الله، قام به رسول الله، ايش تعمل؟
تعري كتفك اليمين، وانت اكثر من هكا الهر ولا في الثلاث اشواط الاولى نجموا نهرولوا الرمل. اي محسن. وبالتالي اللي يحب يعمل الطباع من الرجال مش نساء، الرجال يعري على كتفه اليمين في الطواف عند الطواف بالبيت الحرام، ولا ما يعريش. ذلك جائز له لان المذهب المالكي يقول الطباع كان في اشواط طواف القدوم وفي الحج. نعم تفضل. ثلاثة مرات اي نعم. عامل عمره نجم نستعمله هو ميت شيء يحب منك الميت، يحب الاجر. اجر لا بخلاف الصدقه، الاجر بصفه عامه مش محصوره كيف الصدقه، الاجر وزياده الاجر. مثلا انت اليوم دخلت رحمه على ابوك، دخلت رحمه على ابوك يزي في البركه كمان مره برك دخلوا في الاجر والرحمه. ما لا انه الانسان من بر الوالدين بعد موتهم ديما يتفكر بالدعاء والصدقه ويدخل لهم الاجر وكل شيء. وكذلك ابر البر أن يصل الولد أهل بر ود والده. أنت صاحب ولا صاحب أمك ولا عشيرة أمك عشيرة أبوك تهدي له حتى عمره ما فيها بس، هذاك من بر البر، بر الوالدين بعد موتهم. بل الوالدين ديما قد ما تعطيهم شوية، اللي عمل عمره أبوه وعمل حجة زيدوا عمره، زيدوا الثانية، زيدوا الثالثة، وصدق عليه وادعي له و العمرة تصير اي سيدي لا بالواحد مشينا وين كنا كمل هكا ديما يمين وبعد نرجع ما في طواف وداع في العمره، طواف الوداع في الحج بعده. العمرة تصير كل الأموات تصير الحيين. احنا دخلنا كان الأموات بعده. نمشي تفضل نسيب. اي مين الجمش؟ من الجمش سقط عليه التكليف لأنه سقط عليه شرط الاستطاعة. بعده تصير لوش عمره ثم يعطيك الصحة. هذا سؤال مهم، يعطيك هذا غافل عليه أكثر الناس. العباد الكل أنا عملت عمرة طواف، لا وقت ما تلقى روحك في صحة تدخل الواحد الكعبة. بالنسبة للنساء يجي يطوف في المطاف الوطني، بالنسبة للرجال اللي يلبس البشاكر والا يحب يطوف دبشو يمشي في الطاق الأول. سبعة سبع أشواط تطوع وركعتين ديما. كل طواف ورا ركعتين. سمر نافلة ضايع. سمر نافلة. طواف تطوع. الكعبة عاود تدخل تعمل تحية المسجد، تعمل ركعتين، تعمل 7 أشواط هكا هي تحية المسجد نتاعهم. هاي شكون مسألة عنده سؤال؟ نمشي هكا مساج. أي نعم. لبيك اللهم بعمرة عن فلان، عن أبي، عن أمي، عن أخي، عن كذا. لا إذا بيكون مثلا جاري. هاي روح هاي إن شاء الله.